عن جد قلبي الصغير لا يحتمل. لا والله مش عارفة، حنستعين في صديق يا جماعة، نستعين في صديق وارجع لكم بعد الفاصل. هذا المنظر اللي الله لا يحرمنا منه. للمفصل في قضية الملفوف، أقسم بالله والغلطة من أزكى الأكلات الشتوية اللي بتدفي قلبنا وبتدفينا كلنا الملفوف، ولا كرنب ولا شو بتقولوا له، احنا بنقول له ملفوف. اليوم حنعمل أزكى أكلة ملفوف مع أسهل طريقة تقطيع وسلق وحشي، وبعدين نتذكر ام محمود في جميل وهنا كيف كانت تاكله. يلا نطبخ ملفوف. هلا بالنسبه للسلق يا جماعه صلوا على النبي. السلق في طريقتين، في بيسلقوا الراس زي ما هو بس بشيلوا هذه بشيلوه بعدين طريقه التقطيع اللي بعملها بالطريقتين عشان تثبت معانا منيح الملفوفة. بعد هيك نمسكها بهاي الطريقة وحنقص 1 2 1 2. تمام؟ يلا هاي طرف. بعدين هيك اللي عندي الملفوفة اللي عندي كبيرة ما أحلى وكيف بيطلعوا معكم بكل بساطة. شوف بكون عندهم باللف دايما هيك زي ما في المقلوبة هيك حرام صغير بسلق البطاطات والباذنجانات، هنا كمان لما تلاقوا حدا برفع الطنجرة وهي على النار الغطايا وبقعد بياكل. يلا عاملين اليوم غسالة كبار بما انه كثير مشتاقين للملفوف. عندي مي مغلية، بحط رشة ملح كمون عشان النفخة. بتحطوا عليها من جوا عشان كل الورقات تتفكفك. شوفوا لي كيف الورقات لحالها بتفك، ويعني بتطلع معاكم الورقة الواحدة بتطعم عيلة ما شاء الله. هذه الطريقة حلوة انه انتم بتتحكموا بحجم الورقة، بدكم اياها كبار بدكم اياها صغيرة، فايش الامور تمام بتكون ما شاء الله. تمام مع الكمون مع الملح. وهيك بعد ما سلقنا الورقات شوفوا كيف عنا الورقة طرية تنلف امورها 100%، ما خليناهاش كتير اللي هي تنهرى معنا الورقة. اكتبوا لي بالكومنتس انتوا ايش بحبيتوا، اي طريقة او ايش بتفضلوا اكثر، الطريقة اللي بنقص فيها الورقات صغار وخلص مرة واحدة بنسلقها، ولا تحطوا الراس كامل. شوفوا هاي الورقة اللي هي من طريقة السلق لما نحط الراس كله زي ما هو. كيف بدنا نقص الورقات؟ هاي الورقة حنيجي من عند هذا الاشي اليابس اللي هو القوالح، بتعملوا هيك، هاي بتصير عندنا ورقة تمام، وبنيجي هاي الثانية بنشيل عنها القوالح وبتصير هاي كمان واحدة. وعشان هيك بقولكم هاي الطريقة للي بحب الحبات الملفوف كبار بتكون كتير مناسبة. ممكن كمان في بقصوهم هيك من النص عشان تكون الحبات أصغر. وطبعا مسافة ما بنستغله احنا بنسلق الورقات بنروح بننقع الرز اللي هو الحبة القصيرة اللي هو بيقولوا له الرز المصري تبع المحاشي، حننقعه تقريبا نص ساعة. ملفوفنا صار تمام 100%، حسيبه شوي بس يبرد عشان اعرف اتحكم فيه، وحنيجي نعمل الحشوة. هنا عندي كوبايتين رز صغير نقعناه تقريبا نص ساعة تمام مصري حبة قصيرة، كوبايتين هحط لها نص كيلو لحمة مدهنة تمام. المحشي ما تكونش ناعمة كتير، تكون زي هيك. عندنا كوبايتين رز، كل كوباية بدها معلقة صغيرة ملح. طبعا فلفل أسود و7 بهارات، كركم عشان اللون وعشان فايدته صراحة الكركم، معلقة كبيرة سمنة كتير بتزكف الملفوف. الزيت هيك بيمسك وبيعطي لمعة، والسمنة بتعطي زكاوة رائعة. الريحة ما أزكاها، وشوفوا كيف قطع اللحمة باينة، يعني بحس أزكى من لما تكون هيك ناعمة على الآخر. وهلأ كالعادة أسهل طريقة لللف إنكم تفردوا على كل إيش المجلة.
وبعدين تقعدوا وتحطوا الحشوات مرة واحدة. في اشي بده قص، بده ترتيب تعملوه. بتسيبوا من الناحيتين عشان ما رح نسكره، فانتوا بتسيبوا من هان ومن هان فراغ. وطبعا ايش بتسيبوه براحته، تضغطوش كتير، نفس قصة كل المحشي عشان يستوي معانا. واللف بيكون باتجاه الخطوط، يعني هنا الخطوط انا جاي عندي هيك، فانا لما الف حلف هيك، مش حلف بالعكس عشان تضل معانا الورقة ماسكة حالها. تعملوا هيك وبتلفوا تحت هيك. نيجي الثانية، ما تنسوش تسيبوا الفراغات اللي على جنب. هيك طعم مخترع أكل ملفوف. إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبي. وهلا يعطينا العافية خلصنا نلفهم، وقلت لكم أكلنا نصهم هيك. هلا حنحط لنا شوية زيت عشان ما يلزق معانا، وكمان حنحط هاي الاشياء الورقات الصغيره هان، حطوها هيك فردوها كتير زاكيه، وكمان بتحمي من انه الملفوف ينحرق. واذا بتتذكروا حلقه المقلوبه خليكم دائما هيك كبسوا شوي عشان تضلها. وهي على الدجاجات كمان حطيناهم هنا بالنص. ملفوف يعني تومه كتير، ليمون كتير، كمون كتير، غير هيك ما بزبطش. فبدنا نجيب لنا هالقيت، نرجع بنعمل راسين تومه او راسين ونص، انا مخليه 3 جنب احتياط. فهنيجي عشان بدنا ندقهم. هو انه تكون الدنيا بتكبس برا، يعني شتا 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 ورعد وبرق وثلج وريح على والقي الكفوره، ويكون نازل عن النار. هذا بالذات الاكله هاي ما حدش يقول لي بياكلها بارده، هذه لازم تنزل عن النار على التوم على السريع على المعده. هنا انا عملت تقريبا 3 رؤوس تومه صراحه، يعني يا دوبهم، وهو زكاوته يعني بكتره التومه. فهي تومه، وحنحط العنصر الاهم اللي هو الكثير من الكمون. طبعا ما بينفع تعملوها على هراسة التوم عشان احنا بدناش اياها ناعمة، يعني احنا حندقها عشان تضل خشنة. وهيك بعد ما دقيناه زي ما قلت لكم احنا ما بدنا ندقه ناعم، حننزلها كلياتها هنا على الملفوف. لكم ان تتخيلوا مزيج الاطعمة هالقيت. معلقة ملح، نكتفي بمعلقة عشان هلا حنزيد على كمان شوية مكعبات مرق. هلا انا عندي مي سخنة طبعا، حزيد لها مكعبين مرق، فلفل اسود، وكمان شوية كمون. حنحركها كتير منيح عشان يدوب معانا المكعبات. هلا قبل ما اضيف المرقة بس حضيف شوية هيك سمنة على الوجه، تمام. وهلا حضيف المي. هلا بالنسبة للمي يا جماعة الخير بس لعند هان لحد ما تغمر اخر قطعة فقط لا غير، ما تكتروا مي. بسم الله. رح احط عليه تقل عشان الحبات ما تتفتح وما تتحرك من مكانها، ويكون امورها تمام وما تطلع لفوق. تقريبا هتاخد معانا من نص ساعة لساعة الا ربع. اولها بنخلي النار عالية، وبعد شوي حنوطي النار، بعد نص ساعة تقريبا حنوطي النار ونغطيها. عن جد قلبي الصغير لا يحتمل. هلا لما وصلنا هاي المرحلة وبلش كل اشي يستوي عنا، رح نضيف 4 حبات ليمون. لما هيك بلش يستوي عنا الليمون بنضيفش غير والامور التمام التمام. يا عيني كنت سعادتي انا. هحاول اقلبها بس ما وعدكمش صراحة، بس هالمرة مش مقلوبة. يا عيني يا عيني يا عيني، هذا المنظر اللي الله لا يحرمنا منه. هلا بتيجي بتعملوا له هيك تفرهدوه
عشان هو هلا بغلي، وعشان كله ينزل هنا على الليمونات. هيك بقول لكم صحتين والف هلا.